السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد، والفيديو المفرح لكل القنوات اللي معنى اصح شغالين بقالهم سنين على اليوتيوب وشهور وما عندهمش امل. قناتي بعد فترة طويلة جدا 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 من الانشاء اخيرا قبضت. ده كده فلوج القبض بتاعي. رحت 6 ستارز مدينة نصر. تمام كده. آه عشان خاطر اقبض هقول لكم بقى انا قبضت كام والمبلغ اللي جالي كام وامتى اقبض اصلا وعملت ايه عشان اقبض على البنك، لان انتوا عارفين ويسترون قفل خلاص. ويسترون دي كانت بتيجي على شكل حوالات. مجرد ما بتحطي اسمك وخلاص بتروحي تستلمي الحوالة من غير اي خصم نهائي. اما البنك بقى ده موضوع وموال تاني، وامتى تفتحي البنك وفتحتيه بايه وكده والكلام ده كله. هقول لكم كل الحاجات دي كلها بعد ما انا اصح. هقول لكم مبدئيا، يعني هقول لكم كل حاجه كل حاجه. انت هتقبضي امتى، ولا ايه مبلغ الحد الادنى اللي لازم اول ما توصلي ليه هتقبضي، وامتى نحول على البنك وويسترن يونيون ايه الدنيا فيه ايه، وكل الحاجات دي كلها. مبدئيا كده انا عملت حساب في بنك مصر، والدفعه جات لي عليه، وامتى برضو بتيجي الدفعه والكلام ده كله. تمام. مبدئيا بقى احنا هنا كده في البنك بعد ما خدنا الفلوس من البنك من التيلر موظف السحب، لان احنا الفيزا بتاعتنا ما طلعتش من الحساب. تمام، يعني احنا عملنا الحساب بس الفيزا بتاعتنا ما وصلتش. عملنا الفيزا دي اسمها فيزا حوالتي، برضو قلنا نجربها. ده ممكن اعمل لكم عليها فيديو تاني لو جربناها. تمام، فيزا حوالتي دي اوكي. خلينا بقى مبدئيا كده على الفيزا المفروض اللي هي بتاعت الحساب التوفير مصري. حساب توفير بالمصري مش بالدولار. تمام. احنا استلمنا على الفلوس دي عليه اوكي. خدنا الفلوس دي من الشباك، وطبعا دفعنا رسوم سحب كاش من البنك 30 جنيه اوكي. اما لو استلمنا الفيزا اصلا، بس الفيزا اتاخرت في بنك مصر. الفيزا بتتاخر جدا. وغالبا ما بتوصل لكمش اصلا لما تقعدوا تتكلموا مع شركة الشحن اللي عندها الفيزا، او تتكلموا مع البنك، والموضوع ممكن ياخد له اكتر من 20 يوم. تمام. فعشان كده بقى في حاجات تانية هقولها لكم اخر الفيديو مهمة جدا بخصوص الحساب. عشان كده احنا سحبنا الفلوس من البنك. تمام. سحبنا كام؟ سحبنا حوالي 1500 وكسور. 1500 وكسور لان ال احنا كملنا بالظبط في القناة بتاعتنا 100 دولار بالظبط. فال100 دولار دول عملوا المبلغ ده. تمام. هتحسوا ان المبلغ زيادة وكده او كذا، على حسب انتوا بقى. لو 100 دولار وكسور بيجيلكم مبلغ زيادة، يعني 100 دولار وعشرين 120 130 دولار بيجيلكم بقى اضربوه في 15 ونص او 15، هيجيلكم ايه بزيادة. تمام كده. طيب انا بقى مش هينفع اوريكم الورقة اللي فيها الحساب عشان بيبقى فيها الرقم، ومش بعرف اعمل مونتاج على الفيديو واخبي لكم الرقم، فهحط ايدي طبعا عليه عشان اوريكم بس ان انا بكتب او حاجة اوكي. مبدئيا كده كان ممكن ان انا اعمل لكم فيديو فيك واخد واحط اي فلوس في الفيديو اقول لكم ان انا قبضت والكلام ده كله، بس انا عايزه اقول لكم كله بالدلائل وكله بالتجربه. تمام. يعني ما فيش حد هيكون عارف كل التفاصيل دي كله ويكون في الاخر قبضه فيك يعني. ده كده اهو 6 ستارز. تمام، اسم الفرع 6 ستارز، ومعروف طبعا ورقة بنك مصر اوكي، ومكتوب على الورقة بنك مصر اوكي. طيب عملت الحساب توفير بالمصري ليه؟ لان ال ATM ما فيهاش سحب بالدولار. العمولة عشان تسحقي عشان الفلوس تتحول لك من الدولار لمصري بتبقى كبيرة، بس ما فيش الاي تي ام بالدولار، فتضطر ان انت تروحي تسحبي من البنك، فيقعد البنك يسحب منك مبلغ زي اللي حصل كده 30، مع انك لو سحبتي من الاي تي ام بالفيزا ما بياخدش منك اي حاجة خالص. طيب طب كنت استنوا الفيزا وكذا. ده انا كنت عايزه اعمل لكم الفيديو اصلا، والفيزا مطوله مطوله ومش عارفين الدنيا فيها ايه، فقلت بقى ايه انا اسحب الفلوس وخلاص اوكي، عشان لما اتكلم تبقى الفلوس قدامي هي دي بتاعه القبض اوكي. طيب. طيب ما عملتيش ليه حساب دولاري؟
حساب دولاري بيبقى عايز وظيفة في البطاقة غالبا، وبيبقى معنى أصح الموضوع مطول. وكمان احنا لما عملنا الحساب كنا عاملينه في شهر 8 في مبادرة الشمول. ومبادرة الشمول دي شاملة الحسابات التوفير بالمصري، مش شاملة الحساب الدولاري في الفرع اللي احنا كنا فيه. اوكي، في الفرع اللي احنا كنا فيه، لان في فروع تانية معنى اصح متعاونة اكتر من كده. طيب، مبدئيا بقى، حساب التوفير بالمصري في البنك ده بيصرف ايه؟ بيصرف يعني مصاريفه ايه؟ بيكلفك عشان انت فاتحة عندهم الحساب اسكان فيه ولا مفهوش 55 جنيه كل 3 شهور. تمام. ويفضل ان انتي تكوني حاطة 1500 حد ادنى، عشان خاطر ال55 جنيه دي ياخدوها من ارباح اللي بتنزل على 1500، ما تتاخدش منك انتي، يعني متضطريش او يسحبوا من الرصيد. تمام كده. طيب، او تعد عليكي بالسالب. ماشي. طيب، كمان انا عايزه اقول لكم انا عملت بالمبلغ ده ايه. هقول لكم برضو في اخر الفيديو. محبي الذهب، محبي الذهب المستعمل، محبي الذهب الجديد، محبي الذهب بتاع لمسة، محبي الذهب الخفيف بأسعار قليلة برضو، اللي بيحبوا الحاجات الخفيفة بأسعار قليلة. أميرة الذهب، تقدروا تسموا القناة دي أميرة الذهب. تمام كده. فخلينا بقى أقول لكم عملت إيه بالفلوس دي في آخر الفيديو. بس مبدئيا هكمل لكم موضوع الحساب. ماشي. المهم، الحساب زي ما قلت لكم كده لازم يكون في حد أدنى. بنك مصر، بتكلم على البنك مصر 1500. اوكي. و... وانت بتعملي الحساب، وبعد مثلا فترة كده 20 يوم ولا حاجة بيبعتولك الفيزا، او انت بتروحي تستلميها ايا كان، يعني على حسب انت بتقعدي ترني عليهم وتزهقيهم عشان يبعتولك الفيزا على البيت، او انت تروحي تستلميها بعد برضو 20 يوم في الفرع. اوكي. طيب، ايه كمان، قلت لكم ان الحد الادنى للمبلغ انت تقدري تسحبي اصلا ولا يقدر يجيلك دفعة $100. اوكي كده. بس كده يا حلوين. ندخل بقى على النقطة اللي بعد كده. انا عملت ايه بالفلوس؟ بصراحة انا من محبي الذهب. ف مبدئيا كده اخدت الفلوس وحطيتها في جمعية وقبضت الجمعية، وانا اصلا كنت متفقة على الجمعية من قبليها ومظبطة يعني الدنيا وحاطة دفتر. وطبعا 1500 في جمعية 15,000 جنيه. 15,000 جنيه بقى اشتريت الحاجات دي كلها يوزد. تمام. انا اصح كنت بايعاهم لواحدة، وبعد كده ايه رجعتهم تاني. فاهمين انتوا؟ يعني انتوا لو تقدروا تكون حاجة غالية عليكم وتيجي تروحوا تبيعوها يعني ما انا صح وهتزعلوا عليها، فانتوا مثلا بتشوفوا حد يقدر من جنبيكم يقرب لكم كذا، تقدروا تبيعوا الحاجات دي وترجعوا ترجعوها تاني. فانا الفلوس دي رجعت لي حاجتي اللي انا بعتها، وطبعا عشان انا ما بعتهاش عند بتاع الدهب فرجعت لي تاني. تمام. وكمان جبت عليها كده كام حاجة كمان هوريها لكم في اخر الفيديو. بصراحة تحفة. ده كده 3 جرام عيار 18، 3 جرام مكمل لي. والتاني ده رسمة التعبان ده 4 جرام اللي كمل لي حاجة بسيطة. تمام. وكمان رسمة الجنيه ده 4 جرام برضو. و والباقي بقى بصراحة مش حافظة الجرامات بتاعته. المهم الحمد لله يعني ان الحاجة بتاعتي رجعت لي. طبعا انتي وايه وتفكيرك بقى، لو انتي مثلا هتزعلي على حاجة ولا حاجة مش فارقة معاكي، عادي تبيعيها وتبقى تجددي وتغيري وتجيبي حاجات تانية برضو. وكمان عايزة اقول لكم انه كده كده الذهب تمنه فيه، يعني ان انتوا تحولوا الفلوس لذهب في وقت ما انتوا برضو ما تحتاجوا حاجة تبيعوها هتلاقوها. فاهمين؟ غير ان انتوا مثلا يجيلكم القبض وتقعدوا مثلا يجيلكم مبلغ ما من القناة وتقعدوا تصرفوه في حاجات عادية. فاهمين؟ وتيجوا وقت ما تحتاجي مش عارفة تجيبي، بيكون مثلا مش معاكي فلوس او كذا. طبعا ممكن في بنات تسألني يعني وانت عارفة المبلغ ده دايم من اليوتيوب عشان تدخلي جمعية بالمبلغ ده؟ لا اكيد طبعا مش عارفة ان المبلغ ده دايم، علشان كده يعني ممكن يكون عندك مصدر تاني بتجيبي منه، مش شرط اليوتيوب بس. فاهمين؟ يعني انا مش معتمدة على اليوتيوب بس، وانا عارفة ان المبلغ بتاع اليوتيوب ده مش دايم، وانه شهر يجي وشهر ما يجيش، وخصوصا ان القناة لسه بدأ اول مرة يجيلها دفعة. فاهمين؟
فالموضوع مش دايم، وان شاء الله ربنا يسهل يعني من اماكن تانية عادي. الواحد مش بيشتغل على مكان واحد بس يعني، وان شاء الله خير. مبدئيا كده، ده كده الفيديو، انا حبيت افرحكم وحبيت اقول لكم. اما موضوع ويسترن اتقفل، يعني ايه اللي فاضل على ويسترن ومختار وسيلة الدفع ويسترن يفضل عليها زي ما هو لحد ما يتلغي خالص، لان هو لحد دلوقتي لسه ما اتلغاش للي مختارها. وانا بقى للاسف ما كنتش مختاراها، لاني كانش جاي في دماغي خالص ان انا اختار وسيله دفع ما دام انا لسه ما جمعتش $100. اتاري انت تقدري تختاري وسيله دفع من ساعه ما جمعتي $10، فاهمين؟ فانا ما اخترتش، وكنت مستنيه ان انا اجمع $100، وبعدين نزل القرار بتاع الغاء الويسترن يونيون للناس اللي مش مختاراها، ملغية تماما، مش هتعرفي تستخدميها ولا مرة. اما الناس اللي مختاراها هتفضل تستخدمها لحد ما تتلغي نهائيا، هي لسه ما اتلغتش نهائيا. تمام. فانا بس باكد على الحته دي. طبعا افضل بنك تفتحي فيه حساب ايه؟ بنك الاسكندريه. افضل بنك تفتحي فيه حساب بنك الاسكندريه، وبعديه بنك القاهره. اما بنك مصر بصراحه مصاريفه الشهريه كتيره، مصاريفه الاداريه كتيره. عشان انت تسحبي من الاي تي ام لازم يكون معاكي الفيزا طبعا. فعشان تسحبي من الشباك لازم تدفعي 30 جنيه. كمان بنك مصر فيه كود ممكن تغلطي فيه، اللي هو السويفت كود. ممكن تغلطي فيه وتحطي وتزودي ارقام وتزودي حروف، مثلا بدل X1 4X مثلا، فبيضطر ياخد منك 300 جنيه او 250. في حين ان انت لو كتبتي السويفت كود اكس واحدة يخصم منك 78 جنيه بس. فخدوا بالكم، خدوا بالكم، خدوا بالكم انتوا بتكتبوا ايه في بيانات الدفع بتاع الدفعة الاولى. خدوا بالكم جدا جدا من الموضوع ده. وطبعا عايزين اي مساعدة ولا حاجة، انا هنزل رابط الجروب بتاعي بتاع القنوات في اول تعليق مثبت. اللي عايزة اي مساعدة في موضوع ان تكتب البيانات ازاي وتكتب ايه وافتح بنك حساب في بنك ايه والكلام ده كله، هحطه لكم تحت. تمام، في اول تعليق مثبت. و تنضموا ان شاء الله يعني في الجروب، وافيدكم عادي، مفيش مشكله خالص. انا عن نفسي ما بحبش حد يمعنى اصح يتعرض للخساره، يتعرض للاذى، فاهمين؟ فانا احب اساعد على قد ما اقدر، وخصوصا اللي هي تجربه. يعني لو كان يعني عارفه ان انا مريت بالتجربه دي، وكان ممكن ان انا يتخصم مني مبلغ 300 جنيه مره واحده البنك عموله، بس تحويل عمله لعمله، تخيلوا انتوا. فطبعا يعني ما بحبش الاذى. فان شاء الله باذن الله يعني ايه، مادام في ايدي حاجه ان انا اقدر افيدكم بيها اقدر افيدكم على طول. فعشان كده هحط اللينك بتاع الجروب بتاع الواتس. تمام كده. وان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله كل القنوات اللي نفسها تحقق الربح ان شاء الله تحقق الربح. كل القنوات اللي نفسها تقبض ان شاء الله تقبض على خير باذن الله. تمام. ف بس كده يا حلوين، اشوفكم على خير واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو نسيت اي حاجة اكتبولي تحت في التعليقات اعمل لكم فيديو جديد بيها، واشوفكم على خير.